اللي كتشتغل بالشتا راه اكثر بكثير من اللي العامله اللي كتشغلها الشركات مجتمعه ديال طنجه. غير الشتا بوحدها راه واحد يد العامله كتحرك ديك الشتا راه فعلا تنقص لك واحد النسبه من البطاله. غير الشتا، غير لا ربي سبحانه وتعالى نعمنا بالشتا فقط. لانه لو كانت شي حاجه غير قانونيه في هذا التفويت لا ما كنقولوش ماشي قانونيه، لا اخلاقيه، ولكن راه ماشي لا اخلاقيه، راه فيها مقتضيات جنائيه. كنقول لك اصاحبي انا قلت لك ماشي ضد ديك الشركه، ولكن اسمح لي السليف، راه اليوم غيولي يسقيو المغاربه فلاحيا ولا غير الناس ديال الدار البيضاء فلاحيا، وغيبداو يشربوا من واحد الماء اللي رئيس الحكومه نهار واحد الساعه غينوضوا يغوتوا اللي عندهم شي مشكل ديال داك تحديث المياه، غيمشيو عنده هو نيت باش يهضر مع ديك الشركه اللي مولا هو نيت. هنا اخلاقيا ما راكباش وسمح لي ما كتدخلش للعقل، مع العلم ان حتى القيمه ديال الثمن اللي عطى تشوف ذاك المارشي اللي بغيت نهضر فيه والله الا خصنا شي جوج حلقات خاصه غير به ومحاش وتنساليو، لان داك الشيء عيب اللي وصلنا ليه في تضارب المصالح. والغريب في الامر هو ان نواب الامه اللي كنقولوا برلماني يعني نائب الامه صوتوا عليه المغاربه ويخرج يدافع على عنده الهم ديالو هو رئيس حكومه ديالو. هذيك القصه اللي قال لهم ماما مورايا راه ساهل يغوتوا، كنت كنتسنى شي برلماني ما مستفدش من الوضع ولا شنو ينوض يهضر يقول لي شريف اش كتقول كلشي سكت، وكان ماشي المغاربه اللي صوتوا عليهم هذوك راه رئيس حكومه اللي حطهم. هنا علاش كنطرح واحد السؤال لانني عندي المعلومه ديالو. كنقول لها السيد رئيس حكومه واش فعلا كاينين نواب برلمانيين سانين شيك على بياض باش ياخذوا مقاعد برلمانيه؟ هذا سؤال ولا تهمه؟ هذا سؤال يجاوبنا عليه. من يجاوبني عليه هذيك الساعه نقدر ندوز معاه ليطاب الثانيه. كاين اللي قال بلي هذه القضيه هذه في دوله اخرى طيح حكومه في نهارها. هذه المساله هذه يجاوبني عليها يقول لا ولا ما ندخلوش تضارب المصالح. تضارب المصالح كاين باقل بكثير من داكشي اللي كيطرا. راه وزير العدل داكشي اللي خرج من فمه في دول اخرى كان يكون حوايج اخرين. انا كنهضر معاك غير مساله ديال السيد رئيس الحكومه يجاوبنا على المساله ديال البرلماني اليوم كيتواجدوا داخل قبه البرلمان تعطاهم وعد قبل الانتخابات انهم يكونوا برلمانيين، وفعلا واحدين شيكات على بياض من اجل الدفاع عن رئيس الحكومه باش لا داروها ولا نوضوا معها. واش الانتخابات كانت مزوره زعما ولا لا انا ما كنهضرش على الانتخابات مزوره. الانتخابات اللي دخلنا في قضيه مزوره خصناي ومالون هذا هو السؤال. لا ماشي سؤال هذه حاجه اخرى. حنا تنهضروا على صندوق الاقتراع كنقولوا ان مزوره ما وراء صندوق الاقتراع. شنو هو التزوير؟ هو ان الانتخابات كنزوروها بنفوسنا، ولكن ما ملي معنى كتقبل على راسك تاخذ 200 درهم راك مشيتي عطيتي صوت راك زورتي. مي صندوق الاقتراع باش ندخلوا للتزوير وسط منهم لا. ما معنى نعطيك وعد غتولي برلماني قبل الانتخابات؟ الجهويه كاينين اللوائح، كاين اللوائح الجهويه راك برلماني مالك. الا مشيت وحطيتك راه 10 ديال البرلمانيين كيدوزوا ما عندنا في 4 من الجهويه في اللائحه الجهويه. حيت صعيب نهضروا على مساس بالصناديق بشكل مباشر كيف لا ما غاديش نهضروا عليهم لان ما نهار يكون عندنا دليل اجي نهضر انا وياك. نطيح انت على شي دليل اجي والله خويا تنغسلوا نشير انا وياك. لا انا ما عندي حتى دليل حاليا. لا انا تنقول لك نهار يكون عندك ولا نهار يكون عندي والله ما نرحم شي واحد. مي كنقول لك انا كاين تزور في الانتخابات ديال نفوسنا حنا كنزوروا العقليه ديالنا كنزوروها بلاص ما نمشي نشد شي برنامج انتخابي ونقراه اخويا ونجي اجي نقول لك اجي انت اجي برنامج انتخابي هو ديالك صوتت عليك انا عطيتك صوتي شنو درتي فيه ما تقدرش تقول علاش لانه غير طالع في الرونج كبير عليك وعارفك شحال خديتو كيجري عليك يقول سير في حالاتك راك انت غير ما عندكش الوجه اصلا باش تمشي عنده. واحد النهار طلبت من المغاربه قلت لهم الله يرحم باكم اللي باع صوتو ب 200 درهم يرجع 200 درهم يديرها في انفلوب الا دبر عليها ويديرها في بريه ويقول لي شوف هذاك الشيء اللي باش بعت لك صوتي ها انا رجعت لك فلوسك ولكن دابا غنتحاسب معاك. ويوقف رئيس الجماعه ونتحاسب معاه لان شكون هو البرلماني وشكون هو رئيس الجماعه؟ البرلماني هو واحد الفئه ديال الناس المقدار ديالهم 10000 ما قدرناش ندخلوهم كاملين للبرلمان. كنتخبوا الاستاذه كنقولوا لها هكا استاذه سيري انت البرلمان بلاصتنا يعني انت كتمثلنا تما داخل قبه البرلمان. هنا في المغرب كيولي التزوير كيولي العكس كيولي الكونتر كيولي هو كيمثل عليك ماشي كيمثلك وهنا العكس وما تقدرش تمشي عنده تقولها ليه. بقات واحد القضيه بغيتك تعلق عليها بشكل سريع لاننا وصلنا بقى لنا واحد طولنا بزاف وما قلنا والو اخبار لان كل موضوع راه كيف قلتي خاصو حلقه خاصو حلقه من نتمنى ما نكونوش مملين ما قل ودل. كل موضوع المهم هو الافاده. شي تعليق سريع على النتائج التفصيليه ديال الاحصاء
خصوصا انتشرتي القضيه ديال النمو الديموغرافي، القضيه ديال الشيخوخه المغرب راه داخل في واحد نعم. داكشي علاش انا جيت ضد المساله ديال الطلاق التراضي تكون هيئه ولا يولي داك الطلاق بمساله بوحدها، لاننا فعلا داخلين مساله ديال شيخوخه كثيره بزاف. اللي نقدر نقول على الاحصاء هو اننا ضيعنا فيه فلوسنا وصافي. الاحصاء ما كانش يكون بديك الطريقه ديال كاين لوائح. انا كنهضر على داري ما جاوش عندي. ما تحصيتيش؟ ما جاوش عندي. فعلا لقيت الورقه تحت الباب وكاتبين لي انهم غيرجعوا في التاريخ الفلاني، وديك الساعه ما رجعوش. كانت المدام اللي في الدار سولتها قالت لي ما جاوش. زائد جوج لوائح كاينه لائحه، ما كاينه اللائحه اللي عند وزاره الداخليه كنا نكتفيو بها. علاش غنديروا داكشي؟ وكاين السجل شوف كاين اشياء درناهم. على كاين شنو درنا في كورونا؟ مشينا حصينا الناس في الديور باش عرفنا الفقراء. شوف هاد المساله ديال الاحصاء ضيعنا فيها فلوسنا في هذاك الجانب اللي خسرنا. خلصنا هذا وخلصنا هذا. شحال الميزانيه باش خرجنا اساسيده من خرجنا اساسيده من الاقسام ديالهم باش يخدموا معنا في هذا الاحصاء. خلينا اعوان السلطه الشريف راه عندك انت تما الورش الحمايه الاجتماعيه خسرتوا عليه الملاير باش حصيتوا المغاربه، وباش هادشي كامل ما كفاكمش انكم تعرفوا عدد المغاربه. خرجتوا قلتوا لنا 130 و 36 مليون. القيمه ديال ذاك الاحصاء اموال خياليه قدرت ب 15 مليون ديال الدرهم غير الاشهار ديالو فقط. مساله ديال الاشهار ما طالعوش عليه حتى المغاربه كيفاش. شوف داكشي كنا نكتفيو بالاحصاء اللي درنا في الورش الحمايه الاجتماعيه او الاحصائيات اللي عند وزاره الداخليه. راه عندنا السجلات ديال شحال تزادوا عندنا وشحال ماتوا عندنا وشحال. علاش نبقاو نعاودوا عاوتاني في الريت نمشيو نسولوك ونمشيو وخليتوا المغاربه يتخباو عليكم؟ لان نظرت تهضر عند البؤساء كيقول لك لا راه لا جاو عندكم وحصاوكم راه يطيحوا لكم المؤشر، وذاك المؤشر عالم اخر. هذيك هضره هذاك الا بغيتي نهضروا عليه دابا لا هذيك هضره كثير هذيك غير يجيب لنا ملايه يوم خدا. كارثه ملي واحد ولا كيتوقف ليه الدعم. انا خالتي توقف ليها قالوا لها عندك جوج ديال لاكارطات ديال في سميتك كتسارجيهم كتعبئيهم، وعيطات لي مسكينه كتبكي كتقول لي انا راه الشهر الجاي عندي التحاليل. دول المضحكات وراح حبسوا ليا. وكتقول دابا بلاتي دابا ملي انت كدير لي الاعفاءات في اتجاه الاغنياء من اشياء ديال الضرائب على الضرائب وملي كتهبط عند الفقير كتبدا دير معاه مليون حتى 100,000 ديال البصر كيتوقف لهم الدعم. المشكل ديال الحكامه هذا المؤشر هذاك اش غنديروا فيه؟ ملي ولا المؤشر تعبئه 10 دراهم كتطلع لك المؤشر شكون هما هاد الفقراء؟ انا بغيت وقلت قسما بالله قلت هذه شي عام ونص قلت لهم راه غيحصيوكم المغاربه وغيبقاو يعطيوكم وكونوا اكيدين يخرجوا يقول لكم لقينا 6 المليون ديال الفقراء اللي كاينين في المغرب. واليوم راه مول 6000 درهم راه كاين دابا مول 6000 درهم فقير والله ما كيكملش. شنو رايك في ديك الطرح ديال قالها ولي بنك المغرب وقالها ربما تا رئيس الحكومه انه داك الدعم ديال 500 درهم ديك الجدريه اللي كتعطى هو اللي كيشجع على البطاله تيخلي الناس ما تمشيش تخدم؟ هذا ما قالش ولي بنك المغرب، لا قالها رئيس الحكومه. ولي بنك المغرب اوصى بانه يتحيد الدعم، اوصى بان يتحيد الدعم. حتى انا في الصحافه كنضد الدعم. انا ما الصحافه ديالي ما كنبغيش الدعم. علاش؟ حيت كيجيب لي الدعم كيعلم لي العكس. ديك 500 درهم يا ودي ما تعطيني الدعم نيت راه قلتها. لا واش هي اللي كتحيد، هي اللي كتخليك ما تمشيش تخدم، هي اللي كتكثر البطاله. 500 درهم دابا ما تخرجكش من الدار، ما تقطعكش حتى الشانطي. 500 درهم الناس راه اللي كوش دايره 200 درهم دابا اللي عنده وليدات، و300 درهم قسما بالله ما تجيبك حتى من عند الخضار غداك وفطورك وعشاك. هاكا 300 درهم وخلص قدر لي دجاجه وجيب لي. الله نعلو الشيطان شي شويه. انا ملي كنقول لهم الدعم كيعلم العكز ما تعطيوش المغاربه الدعم راه كنقولوا وانا جيدا ماذا اقول. ما بغيتش الدعم، اعطيني ورشه الحمايه الاجتماعيه فيها لامون ديالي لا سينيسيس ديالي والامور الاخرى، ووفر لي بيئه فين نقدر نلقى مثلا الموارد الغذائيه والمعيشيه رخيصه. اعطيني غير تعليم سليم، صحه سليمه. شحال وزاره الصحه دابا صاحبي كان عندك كاس العالم وعندك كاس افريقيا والتيران مستشفى بعيد على التيران بجوج زناقي يا صاحبي ميتين لك بالاكسجين. جروب ليتروجين اللي خصو يخدم اوتوماتيكمون ما خدامش عندك في المستشفى، ما كاينش في العمر ديالو حتى 3 سنين. ماتوا لك ناس بسبب الاكسجين، بسبب انقطاع ديال الكهرباء. واش دابا انت وفين يا صاحبي الا طلعتي من الشرجم كيبان لك التيران كيتبنى ديال كاس العالم. جروب ليتروجين ما يكونش في مستشفى اقليمي ومستشفى اقليمي وريبو السويسي المستشفى الجامعي ريبوه وجابوه خدموه في الاقليمي. يعني يجتمع مستشفى كبير على المستوى الوطني اللي هو سي اش اي مع مستشفى اقليمي هو المعرفه المختصر ديالو مجموعين كاملين تقطع الضوء. نورمالمون في المستشفيات الصغيره الكبرى الاحياء كاملين كيكون واحد جروب ليتروجين كيخدم اوتوماتيكمون باش يخلي لنا الناس ديال الانعاش يبقاو كيشموا الاكسجين. وخرجت البلاغ ديال وزاره الصحه وكتقول لك لا السبب ماشي هو الوفاه، راه فعلا تم انقطاع الكهرباء وتم انقطاع واحد. اول سؤال ويكون شويه
ساخن. انت خديتي على العتق ديالك انك تأدي وظيفه الصحفي الرقابي، ولا هذا الدور اللي خاص يكون الصحفي تأديه، او ما تسميه بالصحافه الاستقصائيه اللي هي غنهضروا عليها بعد قليل. البعض تيقول بانك هاد الروينه اللي منوض في المغرب، وهاد السكوبات اللي كتجيب، وهاد الملفات اللي كتثير، وراها شي يد خفيه. شنو بالك؟ شنو بان لي فاش في السؤال، ولا شنو بان لي مثلا في شنو بالك في هذا الكلام الناس اللي تيروج على ان اشرف بن المدن ما تيخدمش بوحدو، ولكن وراه شي وحدين؟ ما كيخدمش بوحدو، وراه شي وحدين. نبداو وراه شي وحدين فعلا بعد الله عز وجل. كيجي داك الحي والزنقه فين تربيت، سوا خروبه سوا بطانه سوا مدينه سلا، سوا واحد لونطوراج صعيب. ملي كتربى في واحد لونطوراج كيعلمك بزاف د الاشياء، وملي كدوز من بعد تجارب، حيت ملي كدوز من تجارب راه ماشي الهدف هو السن. يقدر يكون انسان كبر منك ب10 سنين مثلا، سبقك ب10 سنين، ولكن داكشي اللي دوز هو في 10 سنين تقدر انت تدوزو في عامين. يعني التجربه كتكون اهم من السن. خلاتني نتعلم بزاف ديال الاشياء، هو انني انا هادشي كامل اللي كنهضر فيه وهادشي كامل اللي كندير ما يجيش واللي من مورايا، هي انني لا اؤمن بهذا الحياه. كنقولها دائما، ما كاينش حاجه غادي توقفني او تخلعني او ترجعني للور من داكشي اللي كناقش. راه ما كناقش والو وكندير البحث ديالي. اما شي واحد يقدر يعطيني ملفات ولا يقول لي شنو، غلط كبير كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس. انا نطرح عليك السؤال بصيغه اخرى، وانا كنقول لك دابا ما يحوم ما يروج. كاين اللي كيتهمك بانه وراك حزب من الاحزاب السياسيه ولا بغيتي نذكروا حتى الاسم ما عنديش مشكل. مزيان نذكروه. كاين اللي تيقول عندك علاقات مع حزب الاصاله والمعاصره. يا سلام. وهو اللي كيمدك بالملفات وبالمعلومات مزيان. الى اي حد رجعتي هذا الطرح صحيح. الى رجعتي صيغه الحزب الاصاله والمعاصره، غتلقى من اكثر الاحزاب المتضرره من فيديوهات ديال اشرف بن المدن. الفيديو الاخير ديال ارما فاطمه زهراء من الصوري خرجت عليه بلاغ. الا تقول لي لا يقدر يكون شي تيار من غير فاطمه زهراء، غادي نقول لك لا. شوف الفيديو اللي خرج على مهدي بن سعيد وزاره الثقافه، غتقول لي لا واخا شي حد اخر. شوف البان من اكثر الاحزاب اللي متضرره من جهتي، ولا اعتقد ان حزب سياسي يقدر يمد اشرف. انا كنقول دائما، كنقول يا ريت اي شخص او اي حزب معين يتخيل ان واحد الحزب معين اخر هو اللي كيعطي لاشرف المعلومه ويجي يعطيني انا المعلومه غير تكون صحيحه. يودي انا اش بغيت عندكم، انا كنقولها دائما، يودي يعطيني المعلومه صحيحه لا تنفع المغاربه وتجنبنا وتفيق بعض المؤسسات يتحركوا شي شويه. هذاك هو الفضل. انا احسن حاجه كما كنقول انا المورفين مخلط بالكافيين ديالي انا، هي ملي كندير شي فيديو ولا غد لين كيجي واحد الصديق ديالي تيقول لي واش داكشي اللي درتي رانا خدام في ديك المؤسسه، رانا التروينه، راه مشاو كيقادوا في هذه ومشاو. هذا هو الهدف. اما انا والله ما القسم ما كندير هادشي بناء على باش تفرج فيه وتطلع ديك نسبه المشاهده ولا الكومونتيرات ولا البارطاج ويوقفوك الناس يتصوروا معك في الزنقه. الهدف ديالي بعيد كل البعد على هادشي. هذا الهدف عندي واحد، هو انني فعلا داكشي اللي كندير بالنسبه لي لقي فيه راحتي اكثر من انني واخدو كمهنه ولا واخدو كتجربه ولا واخدو. وما كندير الصحافه اللي كيتخيلوها بزاف اش كدير انت. لا انا راه ما كندير والو وما باغي ندير والو. ملي كندير فيديو كنقول لهم بغيتو يشوفوه غير واحد 3 ولا 4 ديال الناس كيهمهم الامر ويتحركوا. اما يكون مورايا حزب سياسي بحال الاصاله والمعاصره، بحال الاحرار، بحال غريب نوعا ما. مع العلم انني كنقول لك من اكثر الاحزاب اللي متضرره من جهتي هي الاصاله والمعاصره. عرفتي علاش دابا سولتك هذا السؤال؟ لانه انت كتعرف الوضع ديال الحق في الوصول للمعلومه في المغرب فيه اختلالات كثير. ملي كيخرج واحد الانسان وكيقدر انه يوصل لمجموعه من المعلومات نعم. اللي ربما عندها طابع ديال السريه، ربما نعم. ما وراء الكواليس، الانسان تيشك تيقول ما يمكنش. صحفيين كبار اللي سبقونا في الميدان كيلقاو صعوبات في الوصول للمعلومه. كيفاش يلقى سي اشرف بالمدن المعلومه واجده؟ والله القسم واش يسير البركه؟ مؤسف جدا. وانك ملي كتجلس مع راسك وكتحس بان واحد الانسان كيتخيل شي اشياء انت كديرها كيستهن بها. بزاف ديال الناس يكونوا جالسين كيتفرجوا في واحد 8 ديال الدقائق كيقول شوف هذا الزروه توصل له المعلومه. ما عرفتش ديك 8 دقائق واحد التماره اللي ضربت عليها. انا الله عز وجل كيقولك يحب عبده الملحح. انا ملح للمعلومه. كرهني لا بغيتي تكرهني، دير قول لك الانسان مميل كيعيط بزاف، دير من المعلومه من نبغي نوصل لها قسما بالله الا كنضرب فيها تماره وما كنقلبش على البوز.
سواء هذا الشيء اللي كيدور دابا ديال مدونات الاسره، سواء هذاك الشيء اللي كيدور ديال العلاقات الرضائيه، سواء هذاك الشيء اللي كيدور ديال قانون الاضراب، سواء لا الشريف الا بغى اسامه يهضر خليه يهضر، الا بغى فاطمه تهضر خليها تهضر. انا واحد 6 شهور، ولكن من بغي نهضر نجيب زوايا اخرى، ناقش المغاربه ونبسط لهم المعلومه. الشريفه راه شنو كاين وشنو كاين. اما زعما تمارات المعلومه كتجيني من السما، لا خاص واحد يجي يدوز معايا ستاج كيفاش كنقلب على المعلومه وكيفاش كنخرجها من عنق الرحيم. بعض المرات كتجيني معلومه صحيحه مهمه وملف واعر نقدر نغير به بزاف د الاشياء وما كنهضرش عليه، لانني كنحس براسي ان هذاك اللي جابوا لي بغى يستغني الاهداف السياسيه او بغى يستغني للانتقام او بغى يستعملني كسلاح باش يضرب به واحد السيد اخر. كنقول لا، وكنمشي نشد داك الملف باش ما نتسماش انني تغاديت ولا سكت، وكنمشي نديه في الخفاء وكطرا بزاف د الاشياء. يعني تحطيتي في مواقف ديال تصفيه حسابات، كيبغي شي واحد يصفي الحسابات ديالو، بزاف كيبغي يصفي الحسابات كيجي عندك انت كيحط لك ملف بما اكثر ان مسؤول كيجي عندك على ودي خوه، كاين اللي مسؤول كيجي كاين شي حوايج غريبه قسما بالله الا غريبه هشه ماشي من طبيعتي، وما واحد الانسان عقليتي صعيبه بزاف. انت هضرتي كذا مره على تجربتك في الصحافه الاستقصائيه. البعض تيقول المغرب صعيب فيه تمارس الصحافه الاستقصائيه، باقي ما وصلناش لذاك النيفو ديال يكون عندنا صحفيين استقصائيين حقيقيين. دابا شوف، انا راه ما كنحطش راسي في الصحافه الاستقصائيه في ديك الخانه، لان بالنسبه لي انا واحد الصحفي كيدير واحد المجهود، كيهز واحد الكاميرا، كيهز ورقه والستيلو، كيهز واحد الميكرو في كتافو، كيمشي كيطلع في واحد البلاصه، كيسول واحد الراي، كيشوف واحد القضيه كيمشي يبحث عليها، يسول الراي العام، يسول المختصين فيها، يسول. هذا راه استقصاء. شنو هو الاستقصاء؟ هو انني نستقصي على المعلومه او نستقصي على الخبر بواحد الطريقه معينه ونجيب معلومات من داخل او قلب ديك الحاجه اللي كنقلب عليها. هذا في حد ذاته صحافه استقصائيه. اما التصور اللي بغاو يعطيوه لينا هو ديال الغرب. انا كنقولها لهم، انا الا كان بالنسبه لك انت مأثر عليك العالم وكتقول احسن مثلا لاعب كره هو كريستيانو، لا الشريف. انا بالنسبه لي احسن لاعب ديال الكره هو بيرلو، ما تحيدوش لي من دماغي. الا قلتي لي لا وبديتي كضحك عليا نقول لي هذا الراي ديالك انت. اثروا عليك الجرائد واثروا عليك الصحافه العالميه واثرت عليك المجتمع العالمي انهم بغاو يختاروا واحد. انا خويا العكس، انا كيقنعني هذا السيد. انا كتجيني بنتي احسن بنت في العالم، ما كاينش وحده اللي تكون تشبه ليها. كما شي بالنسبه لي انا ما يمكنش تفضل واحد الام على ام ديالك، راه بحال هكا كان عندي الراي ديالي. انا بالنسبه لي هذا الشيء اللي كنقدم الدور ديالي بواحد الطريقه كتعجبني. بغيتي تسميها صحافه استقصائيه سير الله يسهلك خذها وديها معك. بغيتي تسميها صحافه سير الله يسهل. بغيتي تستعمل كنقلب على اللي بغيتي ديرو. انا الهدف ديالي هو المعلومه نوصلها. جو فوق اش من خانه. اما دوك الخانات الالقاب بائسه، حطوها بؤساء كل شنو كيسميها. بغيتي تسميها صحافه استقصائيه، بغيتي تسميها اللي بغيتي. من انا الدور ديالي تمادى واقيلا كاع الجورناليزم، وليت كنقول انا وصلت لواحد المرحله ديال اجي انا نعاون. كنقدم لي الدور ديالي. عندي واحد الرساله في هذه الحياه هذه ما نموتش نكيره، كنأكدها وكنعاود نقولها. اللي مورايا كما طرحتي في السؤال الاول ديالك هو هذا اللي مورايا، وانني ما بغيتش نموت نكيره صافي. الشغف ديالك هو المحرك الوحيد. الشغف ديالك هو المحرك الوحيد. انا نقدر نتفق. وديك النقطه ديال واحد المساله كنامنوا بها كاملين، وحتى واحد ما تيبغي يدير بها، وكنقولها دائما. يا ودي كنت تقولوا لي دابا شكون اللي كيهضر معاك يقول لك اصرف غيقتلوك ولا غيساليو معاك، ياك الشريف؟ اجي نهضر انا وياك شي شويه. واش انت كتامن بانني انا غنموت في واحد التوقيت معين؟ ياك هذا هو الايمان، هذا هو القدر. ياك حنا خصنا نامنوا به، المفروض عندنا نامنوا بالقدر. عندنا واحد التاريخ معين نموتوا فيه. الا ما قتلنيش هذاك خينا اللي غيغدرني غنموت في داري ناعس ولا غنموت في شي بلاصه اخرى. يعني هذاك مكتبه لي نموت، والله ما نموت مغدور وعندي واحد الرساله خليتها في الدنيا، ولا ندخل للدنيا دي اللي مساليه فيها جينيريك. مهما طال غطلع سميتك في الجينيريك. الخايبه هي ما تطلعش من الاسماء الاولين، حيت كاين لي تيت دو ليست اللي كيطلعوا ممثلين، وكاين دوك صحاب مع احترامي ليهم دوك المايك اب ارتيست وداك مساعد دوك شكونوا لتحت ما كيتقراوش ولا كيجمعوكم بزاف. لا على الاقل تكون سميتك بانت دازت، باش واحد يدوز من القبر كيقرا اشرف بالمدن يقول الله يرحمه وموا. هذه بالنسبه لي افضل انني ندوز ونقول الله يرحم على الجميع. راه كاين الله يرحم على الجميع، وكاين ملي كيشوف شي سميه كيقول لك الله يرحم هذا السيد. هذا هو الفضل اللي عندي انا. هو بغينا ولا كرهنا السي اشرف المدن قدرتي بالاسلوب ديالك بالطريقه ديالك اتفقنا معك اختلفنا معك، ولكن انت صوت مسموع في المغرب. هادشي لا ينكره يعني الا جاحد. لكن السؤال ديالي في السبيل ديال انك توصل هذه الرساله ديالك، اكيد كاينه عراقيل وكاينه كاينه
ديال الصحفي انه يشتغل بكل حريه نقدروا نتفقوا انه محدود. شنو واجهك من مخاطر في سبيل انك توصل الرساله ديالك، وخصوصا كتشتغل على ملفات حارقه كتحط يديك فيها؟ عمرك تحرقتي؟ لا اسمع، انا نقول لك هذا هو المشكل اللي ناقشوا قبيله، غنبقاو نعاودوا ولكن غيجيب لك الله بحال كنعاودوا نفس الاشياء. شي كله كيفاش كيجي المنظور ديالو ديال المناقشه ديال دوك الملفات. شي انا بالنسبه لي انايا داك الشيء ديال هضرتي على الشغف، انا بالنسبه لي داك اللعب خلاو المصريين اللعب مع الكبار داك هو الهدف ديالي، ديك لي بيتيز ديك البساله ديال الشغب، داك الشغب. ولكن معامن اش غيخرج منكم؟ ديك المساله ديال لا راه غيصفيو لك، لا راه دو كبار عليك، لا راه لا السريف كنتي كتاثر، كنتي مؤثر، كنتي غضر واحد الفئه معينه، خليني من انك تكون واصل ولا ما تكونش واصل. غنحط يدي في داك الملف اللي تكون فيه العافيه كنت داخل ليه، غندخل معك فيه. لا بعد من الناس المخطرات راه لا بعد من دوك الناس راه كبار، لا دوك السياسيين كبار، لا سكت الحيط كيسمع داكشي سالا. اما مساله الحريات والسقف ديال الحريات، انا بدا واقيلا واحد 3 سنين باش بديت هادشي، ما كاملاش ولا عامين، ما داخل لها غير صدفه. ما عمرها كانت نيتي انني ندخل وندير هادشي ديال الفيديوهات، ما يكون اكيد هكا كانت حياتي من الاول. وداكشي اللي كتشوفوه في الفيديوهات هو اصرف لي حياته الشخصيه، وانا كنقولها ومعروف فيها، انا غدار حلال كنقولها. كنا اكيد الا سمعت شي معلومه ما نرحمهاش، غندوزها وتوصيني واخا توصيني بما عتباش، ولكن ما غنغدركش الغدر ديال انني غنغدرك وصافي، غنقول لك غنغدرك، هادشي غندوزو وغنمشي نبحث مور داكشي اللي تقال ليا وغنسولك. ما كاينش شي فيديو دوزو ما سولتوش، ما عنديش شي دعوه قضائيه مع انني ناقش ملفات ما تنظنش شي واحد ناقشهم اللي عنده 7 حتى 12 دعوه قضائيه. ما عيب عليك الا لقيتي اشرف بالمدن كيتصل بك في التليفون ولا يقبل يجلس معك ولا يطلب منك شي مقابل ولا والو، ما ندير ابتزاز، ما نطلب شي حاجه، ما ناخذ الفلوس. ما علاش؟ لان كما قلت لك انا هادشي يجيني بحال الجونغلاج وراحتي والمورفين ديالي والرشوه ديالي هو داك الحب ديال المغاربه. ملي كنخرج للزنقه خاصك تعرف بانني عندي ناس مشهورين في حياتي صحابي، وكنلمس ديك الحب ديال المغاربه ليهم مع الحب ديالي ليهم، وكنلمس انا غادي في الطريق مع وليداتي وكنسمع الدعاوي مورايا د الخير. هذيك اكثر حاجه كنقول مغاربه صعاب، ان فوا تبيع راسك بشويه غيدوروا كاملين يشوفوا وجهتك بديك الشوفه الخايبه. وانا كنقولها خارج الزنقه وانا مفتخر مع وليداتي خير ليا من انني نخرج وخايف، ولا يخرج وينعت فيا شي واحد خايب، او لا نخرج ودايز الطريق بحال اي واحد دايز. لا انا هذه اللي ما بغيتهاش. ما كنلقاش مشكل في الوصول مي دابا لا، لانك ملي كنسيب لي انا شي واحد كنسيب ليه وانا عارف عنده وما نعيش كنقول لك واش كنتي واش كنتي في اخبارك. داكشي اللي كنديرو في الفيديو هو العكس اللي كندير في الكواليس. في الفيديو دائما غنبقى تسمع ديك واش كنتي مع فلان وخديتي فلان، دائما كنقول لك كنطرح كسؤال. مي ملي كنعيط كنكون متاكد في التليفون في الكواليس كنقول لي راه كنتي معاه. يعني ممكن اليوم نشوفوا شباب صحفيين كتشجعهم انهم يخوضوا الغمار ديال بيان سور البحث، ما كاينش رغم العواقب رغم يعني العراقيل اللي كتواجههم في البحث على المعلومه، رغم بيان سور العراقيل كيكونوا غير في الاول، من بعد كيقول لك دابا واخا انا خبيت عليه. دابا ملي كتبحث على المعلومه، شوف انا كنقولها لك كما قلت قبيله، الله مضرب الظالمين بالظالمين وخرجنا منهم سالمين. انا عطيني غير المعلومه، راه تعيط لي تعطيني معلومه وتقول لي عافاك هذه، راه غنعيط لذاك السيده نقول له ها اللي قال لي، كون اكيد غيعطيك حتى هو معلومه. غير هو باش تكون انت مهني وتكون ضربهم بجوج، حطهم بجوج. حتى المواطن المغربي ما بقاش داك البؤس ديال تبقى تعطيه داكشي اللي بغى واحد الطرف. لا السريف، راني مشيت ها المعلومات اللي وصلت لهم والملفات اللي وصلت لها 6 شهور وانا خدام عليها، ولكن بلاتي ما تقاطعش. ها المياه شنو قالت لنا الشركه المعينه، او ها شنو قالت لنا المؤسسه المعينه، ها الرد ديالها. كنطرح داكشي اللي توصلت به، وكنطرح داكشي اللي قالت لي الشركه، كنخلي المغرب هو يحكم. حتى انا ماشي قاضي باش نحكم على واحد الناس ونقول ليه انت شفار انت. انا ما وحياه الشخصيه، انا ضد حياه الشخصيه ديال الافراد. كما كنكره نهضر على حياتي الشخصيه حيت ماشي سوق حتى شي واحد فيها، ما كنبغيش نهضر على الحياه الشخصيه ديال الافراد. الوزير بالنسبه ليا عنده الحاجه اللي نقدر نهضر عليها هي الوزير من 8 الصباح 4 العشيه يخرج من البيرو ديالو ماشي سوقي، فين كيمشي مع من كيسهر مع من داير هادف على اودي سير اخويا تزوج ب10 ياك ما كتصرفش عليهم من المال العام. من تصرف عليهم من المال العام نجي عندك، لان داك المال العام فيه فلوسي وفلوس والديا وفلوس خوتي. ولكن حياتك الشخصيه لا، راه مع هادي لا الخليله فلان لا المسؤول فلان، هادشي ما وهادشي كاين في المغرب للاسف، كاين بزاف اللي ولي للاسف.
انا ضد هذيك المساله. ربما انا كنشوفوا بانه يعني ضعف الجانب ديال البحث عن المعلومه، الانسان كيعوضوا بانه لا ما نهضرش على حياتك الشخصيه، ضد انني نهضر على المساله ديك ديال الوزيره اللي طرات ليها ديال واحد القبله وكذا. الوقيل الوحيد اللي خرج والوزيره هضرت على مرارا في فيديوهات كثيره، ولكن في ذاك الفيديو كنا كنقول انا مال، ولكن وقتاش نهضروا قلت لهم الا كنا نناقشوا هذا الجانب ديال القبله خلينا من القبله وجي نناقشوا هذا السيد هذا شنو كيدير، واش عنده شي هو شركه ياك في الطاقه، اجي نشوفوا واش مستافد من شي مارشي من عند ديك الوزاره، واش مستافد من شي مزايا. هذه المناقشه الصحيحه. غير هادشي ديال مدونات الاسره ما عرفتش واش غيجي في السؤال ديالك ولا لا. راه واحد المناقشه اللي خطيره صاحبي. انا هاد اليومين تعرضت لواحد المضايقات في الزنقه صاحبي غريبه من عند الناس، واللي كيقول لي مدونات الاسره تنقول لي سير بعد مني سير ما صدرش معايا. وخلينا ندخلوا ليها مادام جبتيها قضيه مدونات الاسره. هذا النقاش اللي شويه ميع في مواقع التواصل الاجتماعي، الناس ما كتاخذش ياك البؤس مجتمعي وصلنا ليه. شي ملي ولات هذه المناقشه قسما بالله لو وصلنا للبؤس الاجتماعي. لان انا كنت في كورونا كنقول لعباد الله راه وصلنا لواحد المستوى اللي غريب نوعا ما. شي ملي كتوصل لدرجه ديال انك تاكاز في دارك في كورونا وكيقولوا لكم ردوا البال حيدوا النشير من السطح، راه غدوز لاكوبتير وغتنشرش الدواء وغادي واش حنا بكتيريا ولا شنو حنا. وكانت باينه كذبه. وكورونا علمتنا بزاف، الا اننا ملي كيجيو مواضيع بحال هادو كنتاسف انها كترجع تهضر. سبق لي وقلت لكم عباد الله راه سي وزير العدل عبد اللطيف وهبي في البرلمان راه استعرض عضلات اللسان ديالو وقال لكم راه ما كايناش في القانون انك الفنادق يطلبوا لاكت مارياج، ماشي من حقهم، هادو معلومات شخصيه. وخرج فيديو قلت لهم ردوا البال اصحاب الفنادق. نقول السيد وزير العدل اللي جالس في البرلمان كيقول لكم هذه الهضره يتواصل مع وزيره السياحه تصيفط لكم مذكره، ياك ما كاينش قانون تعطيكم مذكره باش ما تطلبوش لاكت مارياج. راه المرجعيه والمعرفيه ديال العرف اللي عندنا داخل المجتمع الاسلامي والمغربي راه كيتبنى على واحد الاسس، راه ما غيغيرهم لا قانون، ما نحتاجوش نديروا لهم قانون. ولا تصريح ديال المواطنين المغاربه مشاو عند لوطيلات وقالوا لهم لا الوزير قال لنا. وكاينين فنادق دخلوا الناس بلا لاكت مارياج ومشاو للحبس. سيري ديك الساعه الكوميساري يقول لهم راه وهبي اللي قال لي. شوف وهبي عقل عليك ولا غيجي عندك شاهد. راه داكشي هو اللي كيطرا دابا في مدونات الاسره. غنرجعوا لمدونات الاسره. راه البؤس راه ما كاين والو، راه غريب في الامر واللي تاسفت فيه بزاف. واحد سيت يقول لك واش اش داروا لينا؟ اش داروا لنا في مدونات الاسره؟ شنو داروا ليك؟ انا مزوج بمراه، مرتي مزوج بها عندها وليدات، طلقتها خليتها في الدار وخرجت، وديك الدار فيها بنيتها انا على ظهري على عرقي، وجابت تزوجات وجابت الراجل سكناتو فيه وغنولي نصرف عليه ونصرف على الراجل. شكون اللي قال هاد الهضره؟ هي كاينه هاد الهضره كتقال دابا. شكون اللي قالها؟ لا شكون اللي قالها؟ قالها وهبي؟ قالها البلاغ ديال الديوان الملكي؟ ما قالها حتى شي واحد. قالتها بائسه عندها واحد الناس متبعينها في الانستغرام واحد 6 مليون 7 المليون مجرى عباد الله ما مربين ما قاريين وغير كيوهموا عباد الله. السؤال اشرف هو شكون المسؤول على تاطير هذا النقاش؟ لانه خاص دابا شوف خاص الجهه اللي دخلت شكون هي الجهه اللي تقدر توريونتي لك المواقع التواصل الاجتماعي؟ يلاه عطيها لي انت على المستوى الدولي ماشي على المستوى المغربي. على الاقل تكون شي جهه مثلا الدوله انها دير واحد الخطاب مضاد كيأطر النقاش. كاين فراغ شويه ياك، كاين فراغ في الحكومه وفي المؤسسات ديال الدوله في الرد ديالها على ما يقع. دابا انا وانا جاي عندكم شفت واحد الفيديو في الطريق في لوتوروت ودرت عند السيد اللي انا جاي انا وياه وكنقول لي دابا تشوف انت دوك الطاكسيات كيفاش كيبراكي وداك اصحاب التطبيقات بواحد الطريقه ديال الافلام الامريكيه ماشي حتى المغربيه. مازال ما وصلناش حتى في المستوى المغربي اننا نديروا ديك الطريقه ديال الايقاف ديال ديك السياره. مع العلم ان هادشي طرا وقفوا دبلوماسيه في الدار البيضاء عندكم هنايا ووقفوا موراها دبلوماسي اخر عاوتاني ديال الماني وطرا مشكل اخر عاوتاني وصلوا للترهيب. بعض السياح في مدينه فاس اختاروا تطبيقات. هاد التطبيقات كيتكونسوماو عند المغاربه بغينا او شينا او ابينا. كاينين عند الناس في التليفونات كيكونسومو باغينهم الناس. اوكي شوف عطيني الحل شنو غنديروا. عندك الطاكسيات عندك الاكراميات ما قدرتيش تلقى لهم حل. انت خرج جاوب خرجتي النوبه الاولى خرجتي شنو كتخلي غير الناس ديال الشرطه القضائيه تخرج بلاغات. حيت دابا ان فوا كيطرا مشكل بحال هكا كنلقاو غير المديريه العامه للامن الوطني اللي كتخرج بلاغ صافي تم ايقاف 3 سائقين ديال الطاكسي. المسؤوليه السياسيه كاين فيها فراغ. كاين فراغ بزاف وكبير. علاش هادشي؟ واش الوزراء ديالنا ما مكونينش تواصليا ولا حتى فين هو التواصل؟ دابا انت هضرتي على مدونات الاسره هادشي اللي كيروج. ما تخرجش وزاره العدل مثلا يدير ندوه صحفيه ولا الناطق الرسمي يقول للمغاربه راه ما كاينش هادشي ولا غير يوضح.
مثلا ملي كيقول راه دابا المشكل هو انه كاين شي اشياء زويونه وانا كنبغي نخرج ندافع عليها، ما يكون اكيد غيهاجموا عليا المغاربه. انا دابا قدام يكون عندك دابا غندافع على مساله ديال الزوجه نقسم معها انا الفلوس. حيت راه من العيب والعار انني اليوم نقنع واحد الزوجه كتفكر بالعواطف ديالها وفرحانه بالمكتسبات اللي جابت بها هذه المدونه اللي مازال ما كايناش، ما دازت في الغرفه الاولى، ما دازت في الغرفه الثانيه، ما خرجت في الجريده الرسميه وفرحانه بها. وكتنسى بان هذيك السيده انت اللي كتهضري على هذه المواقف هذو راه الاخ ديالك والاب ديالك حتى هو راجل وما تبغيش يطيح في هذا الموقف. وانا كذلك راجل كون اكيد انني ما غنسمحش ان اختي ولا الام ديالي تعرض لذاك الشيء اللي انا فرحان انني نعرضه للزوجه ديالي. مساله دابا كاين واحد الاعتراض في مواقع التواصل الاجتماعي في هذه المدونات الاسره، واسمح لي ندخلوا للجانب هذا. هي مساله ديال ملي كنهضروا مثلا على الزوجه الى كاينه في المقترحات وتم التأييد ديالها من طرف جلاله الملك، يعني ما كانش فيها اعتراض ديال ان الزوجه تولي تكون شريكه معك في الاملاك ديالك. انا نعطيك التوجه، بلاصه الحكومه ما تخرج تشرح للمغاربه ما خلاتها هكاك. ولكن مثلا انا ما غنهضرش على مرتي، نهضر على اختي تزوجات في 1990 عندها 2 وليدات، الكبير غيكون عنده 28 والثاني عنده 25 عام. الراجل اللي تزوجات به عنده 3000 درهم ديال في الشهر كان كيتخلص في 1990. هذاك الراجل اللي كان كيشد شهريا 3000 درهم في 2024 ولا كيشد 10 مليون في الشهر لانه خرج من الوظيفه ودار شركه. هذيك الوقيته ما بين 1990 حتى 2024 هذيك المراه كبرات دوك الوليدات اللي ولاو كيانفيستيو في ديك الشركه واللي هما ديفلوباو ليك المداخل، كبراتهم، قراتهم، خدمات عليهم، ضربات تمارك، سهرات لك على الراحه ديالك. انت غتجي في 2024 غتبغي تزوج وغتبغي تصيفط هي لدارهم. هذا واش هذا منطق انك تخليها تمشي هكذاك؟ لا شريفه تقسم معك دوك الاملاك. انا لو وصلت لهذا الشيء، انا الزوجه ديالي خدمات ضربات معايا تمارك، كنتخلص بواحد الصالير بسيط وجلست في الدار وكبرت لي ولادي وربات لي ولادي. واحد النهار ما غنتفاهموش غنبغي نطلقها، انا فرحات ليا تجي تقسم معايا. عرفتي علاش؟ لانني نبغي اختي تاخذ الجزاء ديالها. اما الموضوع اللي كيتناقش دابا شنو مشاو فيه؟ مشاو في الفكره ديال ان الا تزوجت به 6 شهور عام القضاء ماشي مكلخ. الا تزوجت ب 6 شهور عام ولا انت كنتي في المرجعيه لاباس عليك راه ما غتاخذ والو، راه ما غتقسمش معاك ولا هذيك المساله. كونتر عاوتاني النقطه ديال الطلاق اللي تاهي تأييدات واللي غتكون خطيره بزاف، هي ديال ان الطلاق ما يبقاش مرتبط بالقضاء. بغيتي تدابزو في الفطور غتطلقوا في الغداء، ولا الطلاق ديال الاتفاقي ما بقاش مرتبط بالمسائل القضائيه او القضاء كيدخل فيه. كتمشيو عند عدول كتطلقوا. انا نقول لك واحد المساله، النسبه ديال الطلاق اللي وصلنا لها في المغرب خطيره جدا، خطيره جدا، الارقام جدا جدا. ونزيدك كاين واحد النسبه كبيره ديال المغاربه كيعكزوا ولا كيتصالحوا في ديك المرحله ديال القضاء، لان القضاء في المغرب كيعطل الاجراءات ديال الطلاق، كيعرقل الاجراءات ديال الطلاق. هذيك العرقله ديال الاجراءات ديال الطلاق كتخلي شحال من واحد ديك الفتره يتصالح. هذيك 6 شهور هذيك طلع وهبط والله الا كتخلي الناس يتصالحوا. وكاين اللي ما كيفكرش كاع، بعض المرات تكون طالع لك الدم وخارج معصب وتقول والله تنطلق هذه المراه هذه، وملي كتمشي للقضاء كيعطوك واحد الجلسه 3 شهور كتقول صافي صممت. الشهر الاول الشهر الثاني كتغمض عينك وكترجعوا تصالحوا وكتنسى القضيه. اليوم لا، اليوم غتشدها غنطلقك، هي كتقول كنطلقك، كتقول لها يلاه تحركي، باقي ديك ساعه الغضب فيكم كتمشيو كتطلقوا. يعني دابا الطلاق ولا في نص ساعه. ربما تيقول لك بانه باش نخفوا الضغط على القضاء شويه، حتى تخفف على الضغط. من الضغط عندك انت، الضغط اللي عندك راه غيولد لك الانفجار. راه 2030 مقبل على انك تدخل في واحد المرحله ديال الشيخوخه اكثر من المانيا. واش كتعرف انت فين غادي؟ ولا راه عندك عزوف على الزواج، راه عندك غير هذه المناقشه ديال مدونات الاسره باقي واحد كيناقش يقول لك انا نتزوج دير لي الدار دي. هو ساكن مع امه وباه براسو ساكن مع باه. مازال ما هضرناش على المستوى الاجتماعي فين وصلنا. بهذه الطريقه راه مدونات الاسره اللي غاديين فيها راه غاديين بواحد المستوى ديال اوروبا في التفكير ديالو في داكشي متقدم جدا. الطريقه باش تصاغت، الطريقه باش تقدمات مدونات الاسره بغاو يعطيوها لكم. لا كنهضر بهذه الطريقه ديال المسؤولين باش قدموها بحال فيها الاستفزاز، فيها الاستفزاز بحال اجات الصراع، ما بقاش منطق ديال